ان سلسال الدم لما بيتفتح ما بيقفش، فلازم لنا حد قوي، حد حكيم، حد ليه كلمه يقدر يقول يجيب الطرفين قدام بعض، ويكون واثق ان الطرفين هيعملوا له مقام وهيعملوا له حساب، وهيكون كلمته سيف عليهم. لانه في الاول وفي الاخر المجالس العرفيه بالمحكمين العرفيين بيحكموا بما قال الله ورسوله، وبيحكموا بالعرف والقانون. ارفع ايدك لفوق، ارفع طبقة لفوق. انا ودي الصار ده رجال. بالك في ناس بلكونات فوق، خد بالك البلكونات، البلكونات. تعالى يا حمد. يلا بينا. مبروك يا محمد. من جوه يلا يا جماعه، ده الهزار. المجالس العرفيه بيعتبرها الناس جانب من جوانب العداله الناكده، بعيدا عن المحاكم ودرجاتها وطول المده. الحكم العرفي هنا بيكون سريع، وفي اغلب الاوقات بيكون قوي. لا بيتوقف على شخصيه المحكم العرفي، انه يكون ليه كلمه قويه مسموعه. وفي اغلب الاوقات مع نظر القضيه اصلا امام المحاكم بدرجاتها بيكون في تواصل من اهل الصلح اللي عايزين يحلوا ما بين العائلتين، عايزين يحقنوا الدماء. لان الدور بتاع رجال او كبار العائلات في المجالس العرفيه ده دور بيكون تكليف ليهم مش تشريف، لانهم عمد، ولاد عمد، ولاد اصول، عارفين يعني ايه الصح ويعني ايه الغلط، ويعني ايه كل واحد لما يكون ليه حق يعرفوا يجيبوه له. اصحاب كلمه مسموعه.